معاك انت. هي معك انتي. انت. اه. انت. انتي. انت مع من انا باغا ندي ونجيب اليوم في الهضره. عافاك. تا انتي باغي نجيبك في الهضرة. لا ما حط داكشي اللي في يديك واسمعني مزيان. تا انتي اسمعي لي مزيان. انا شنو غادي نقول لك؟ وما تحكمش عليا من اول نظره. تا باغي انتي. تعرف الاول شكون انا؟ انا شكون؟ اسيدي مغربيه مسيحيه. تا انا ما مغربي تعجبتي؟ ماشي مسيحي. ايه مغربيه سلام. مسيحيه. امنت تشرفين. بالمسيح. كنت مم. عايشه في وسط عائله مسلمه هي ومازال فيها المسلمين حتى لدابا. هي وديما كنطلب من الله باش يوريهم الحق. هما في ولكن الحق. كاينه حاجه اخرى كتفرح مزيان. راه شناهي؟ فيهم اللي هو حتى هو ولا مسيحي او من بعد ما سمع الانجيل اللي غيره. انا مسكين. وحده من المسيحيين، وكنعرف مم. باللي المسيحيين كاينين في المغرب، يا خدامين مم. فيه نيت وكاين اللي خرج منه. واخا حنا ديما متبوعين على حساب تغيير الدين، ولكن الهنا اله زوين. احنا المسيحيين المغاربه كنعيشوا عيشه عاديه بحالنا بحال كاع المغاربه. مم. كنحبوا المغرب، كنحبوا المغرب ونموتوا عليه، اش وموجودين نسولناك؟ نعاونوا يزيد لقدام. وقانون زيد. البلاد فوق مم. راسنا وكنديروا به. كيفاش؟ ما ما تيبز كنتيش منك. كتعرف باللي كاينين مغاربه مسيحيين؟ ايوا كاينين ما كنتش اخويا، عارفها صراحة. كاينين وانا وحده منهم. شنو ايوا قلتي؟ متشرفين. وعلاش؟ واش كاينه شي حاجه خير من الاسلام؟ راني من الاسلام عرفت المسيحيه. شوف عافاك شنو تقال على المسيح وانت مم. تفهم. كتسولني كيفاش امنت انا بالمسيح؟ راني جايك في مم. الهضره. وقول لنا. بغيتي تعرف كثر واخا وبلاتي وبشويه وقول لنا. بشويه. واخا بلاتي. زيد. شنو؟ شحال عطاوني ديال الفلوس وسهلوا لي في شي عطاوك. فيزا، اش ولا كتكذب؟ دبروا لي على شي راجل قاوري يخرجني من القهره، لا عطاوك غير ولا مرا فلوس. شهبه لخويا المسيحي تهلا فيه وطلع بها الوريقات. لا 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 خويا راك غلط. لا قول راني الصراحة. كنفهمك، حيت حتى انا كنت في شي وقت كنفكر هكا قبل مم. ما نعرف المسيح. وملي شفت قول والله. بعينيا كيفاش خوتي المغاربه امنوا حتى هما به، طيقت باللي هادشي كله راه ما كاينش. راه كل واحد فينا وكيفاش امن بالمسيح. كاين اللي لقى باه وامو اصلا مسيحيين ولا حتى هو مسيحي، وكاين اللي سمع على سيدنا المسيح واختار يتبعه، وكاين اللي براسو تكلم ليه وراه طريق الحياه. حياة. كل مغربي مسيحي وعنده قصه كيفاش قبل المسيح. راه ما قول لنا كاين انت حد قصتك. اللي حط السيف على رقابينا، ولا مم. المسيحيه بززها علينا. اشنو قلتي؟ ما تزربش عافاك وتحكم. واش كيف انا ما حطونا قلت لك السيف؟ راه لا بفلوس ولا بملك ولا بفيزا تغرر بينا، ولا فينا اللي عرف مسيحيين ولا قور. راه حنا اللي بغينا واختارينا. هي وتانا ما قلتي اختارينا. عيب. ما قلتي عيب. راه ما قلنا عندك عيب. الحق في هذه. من نهار اللي جينا فيه الدنيا تشارجينا وعمروا لينا الراس، وبالكذوب بناو لينا حيط ودرقوا الحق شكون اللي كذب وغرقوا عليه؟ الساس. يا ما سمعناهم يقولوا الانجيل محرف وكلامه مغشوش وماشي من ونقدروا عند الرحمن. نثبتوه. يا ما قالوا لنا عيسى غير نبي، واللي يقول عليه سيدي وبصح ربي غير كافر النبي. ما عنده ايمان. يا ما سمعناهم يقولوا راه الله غفور رحيم وراه ولكن غفور شديد رحيم. العقاب، ومنه ما عندنا هروب. وشديد العقاب اش ما فيها؟ فهموناش ولا خلاو اللي يفهم باللي راه بنادم عند الله محبوب. وحتى حنا المسيحيين ما سلمناش من الفهم من بعد الايمان ديالنا. شحال قالوا لنا ياك ما يلقوا ما نحليتوا عينيكم على كنيسه وناقوس ورهبان. ايوا بصح كيفاش؟ من نهار اللي حلينا في عينينا وفدنينا صوت الاذان، الصلايه والوضوء قيامه تا رمضان، رجباتك ديك العيد طن الصغير طن والعيد الكبير، طن. هذا ما كان. حنا كبرنا وعرفنا نميزو، وكاين اللي فهمها من القران، وريبنا داك الحيط اللي كان، والنور شرق في حياتنا في بلاصه الظلام. انا حاط. والحق لينا حنا بان، غنزل وعرفنا عليك. سر كان مدفون من هذا زمان، باللي انا كنز. المسيح اتصلب على ود الانسان. وكيف عشمان. ما جاء ادم اول بنادم ودار الذنب وتفرق على الرحمن، جا المسيح وصالحنا ورجعنا للامان. هادشي ماشي بصح. احنا المسيحيين كاين اللي تعرف فينا في وسط العائله الكبيره والصغيره والصحاب والخلان، وبسبب الفكره المغلوطه على المسيحيه يا ما من مسيحي تكرفس وتهان في وسط حبابه وناسه لقى المحان. وبزاف منهم اللي شافوا فيه بشوفه ناقصه، وكاينين اللي والديه سخطوا عليه كاع وقاطعوه، ومن بعد شافوه غيطير بالفرحه سامحوه. ودابا شنو قلتي؟ شنو مم. قلتي من بعد ما كلامي سمعتي؟
بغيتك غير غير كتخربقي. تعرف باللي حنا كاينين. واش بغيتي تعرف علينا اكثر؟ ايوا لا، اسيدي ما عليك غير لينا ديما تحضر. نتلاقاو مش المره تحضر. الجايه. ما تنساش توجد شي براد مشحر. علاش نديرو براد مشحر؟ علاش لا؟ ولكن خصنا نتفاهمو هو الاول. هاد السيدة هاديك كما سمعتو الخوت قالت لك كانت مسلمة وكتبوا عليها وأمروا ليها راسها ما نعرف باش. ايوا دابا بان ليها الطريق، بان ليها الطريق طريق الى كابول. ما عرفتش ديك الطريق هو مهديناش. المهم انا نقول الرأي ديالي. الرأي ديالي الصراحة هادشي جديد، وكيف بالنسبة لي كيضحك. شنقول كيضحك وصافي. انا جاني كيضحك. علاش؟ حيت واحد كان كيآمن بواحد الحاجة وبدلها، بغى يبدلها، مشى لواحد الحاجة أخرى وكيقول بأنه 100% متيقن منها. شنو هو الدليل بأن 100% بأنها صحيحة؟ هذا هو أول حاجة خصنا نعرفوها باش نشربو أتاي معاها. شكون اللي قال لك بأن داكشي اللي كتآمني به دابا 100% صحيح؟ هذه أول نقطة. ثاني نقطة خصنا نعرفوها، شنو هو السبب الرئيسي اللي قال لك بأن الإسلام غلط، غير صحيح؟ خاصك تجيب لنا دليل على أنه غير صحيح، يعني دليل من التاريخ كيثبت بأن الإسلام قال شي حاجة كذب. هذه أول حاجة. يعني الإسلام كيقول شي حاجة، واحد من التاريخ من بعد الإسلام غيكذبها ولا في نفس المهم كما هكا كتكون. مثلا انت قلتي شي حاجة، انا قلت لك لا كذوب، يعني باش نقول لك انا كذوب خصني نجيب شي حاجة لا صحيحة. هذه ما جابتهاش. المهم ندوزو عليها. ثالثا القصة ديال المسيحيين، بأنهم شنو هو يعني الهدف ديالهم، علاش كيتركز الإيمان ديالهم في هذه المسيحية بصفة عامة. تعطيكم خلاصة. الإيمان ديالهم كيتركز يعني الأركان الإسلام. حنا عندنا واحد الأركان كتبعوهم، هذاك هما اللي كيخليوك بأنك مسلم. وشنو هو الركن الرئيسي ديالهم اللي كيتفقوا عليه كاع المسيحيين؟ هي قالت بأنه المسيح جا باش يحيد لنا سيئات. يعني آدم دار واحد الخطية، يعني كان في الجنة ودار واحد الخطيئة، والله رسلو الأرض، وحنا كاملين مازال عندنا ديك الخطيئة مكتوبة علينا، حيث هو هبط الأرض. وإذن خصو المسيح يجي باش يموت على الصليب، ضروري جدا خصو يموت على الصليب. علاش؟ باش يتمسحوا لنا الذنوب وداك التخربيق اللي كان دارو آدم. هو الرئيسي. حنا في الإسلام عندنا ما يمكنش. هذه أولا، يعني كل واحد كيتحاسب على العمل ديالو. انت الأعمال السيئة اللي درتيها كتحاسب عليها انت، ما كيتحاسبش عليها ولك. مثلا انت درتي شي حاجة واللي ما عندوش علاقة بديكشي اللي درت انا، يعني باش بجا عيسى ومات على الصليب على الذنوب الخطايا ديالنا، ما عندهاش حتى شي معنى. متفقين على هادي؟ اوكي. هاد الكلام هذا اللي حنايا كنقولوه بانه منطقيا ميمكنش يعني العمل ديالك يتحاسب عليهم بحد اخر. عندهم تهما في الانجيل كيقول بان اي واحد كيدير شي خطيه فهو مسؤول عليها، والابن اذا دار شي خطيه هو مسؤول عليها. فاجوا معنا نشوفوا اش كيقول الانجيل على هاد القضيه هادي، واش متفق معنا في الاسلام ولا ما متفقش. ماشي كما كتقول هاد السيده هادي. دونك الانجيل شنو كيقول؟ قال اللي كيدير الخطيئه هو اللي غيموت. الدري ما كيتشاركش في الخطيئه ديالو مع الاب ديالو، والاب ديالو ما كيشاركش الخطيئه ديالو مع الولد ديالو. يعني كل واحد
مسؤول على الخطيئة ديالو. هذه في إزكيال 18-20 من الإنجيل. يعني الإنجيل كيتفق مع هادشي اللي كنقولو حنا في الإسلام، كل نفس يعني كتحاسب على الأفعال ديالها. يعني فاش حنا كنقولو هاد الهضرة هادي، يعني ما عندهاش، يعني المسيح ما عندوش علاش يجي باش يموت يعني الخطيئة ديال البشرية. يعني هذه ما كاينش منها. دونك الا قلنا حنا هذه يعني صافي، يعني هي ما خصهاش تبقى مسيحية. يعني ديك الفكرة هي اللي مركزة عليها وبانية عليه الإيمان ديالها، بأنه جا مات باش يحيد لنا الخطيئة ديالنا. الإنجيل كيقول بأن الابن ما كيشاركش الخطيئة ديال الأب ديالو، والأب ما كيشاركش الخطيئة ديال الابن ديالو. هذه من جهة. ما قالوا لنا عيسى غير نبي. نزيدو حاجة أخرى، في المسيحية كيقولوا بأن عيسى ماشي غير نبي، حنا كنقولوا هو غير نبي. فهي قالت بأنه ماشي غير نبي، هو أكثر من نبي. واخا نشوفوا الإنجيل شنو كيقول، يعني هو عيسى نفسه شنو كيقول. يعني هي كتآمن بأنه أكثر من نبي، هذه غير إيمان، ولكن الدليل في الإنجيل كيقول بأنه غير نبي. يعني هذا هو التسطير ديال الناس، كيامنوا في حاجة ما كايناش في الكتاب أصلا. يعني هما كيامنوا في حاجة ما موجوداش في الكتاب. يعني هذا هو الحماق بعينه. هذا هو اللي يخلي الناس يعني كيامنوا في حاجة، ولكن في الكتاب كتقول حاجة أخرى، وكيقولوا بأن المسلمين كيغالطوهم، غير متفقين معهم في نفس الفكرة. ولكن حنايا المسلمين كنرجعوا للكتاب ونشوفوا واش قال. إذا الكتاب اشنو قال هو اللي كيحكم بيناتنا. يعني هنا القرآن كيقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاحنا خصنا نشوفوا البرهان ديالهم، واش داكشي اللي كيقول بصح ولا لا. دونك الإنجيل جون، كتاب جون 35. أنا نديرها لكم في الوصف إلا بغيتو تشوفوها من بعد. ندير لكم كاع الآيات باش تشوفوهم من بعد. هاد الآية ديال جون 35 اش كتقول؟ كتقول بأنه عيسى، يعني عيسى كيتكلم على راسو، كيقول للناس كاملين المسيحيين المغاربة وكلشي، كيقول لهم أنا ما نقدر ندير والو، أنا ما نقدر ندير حتى حاجة، كنحكم باش كنسمع، والحكم ديالو عادل. ما كيديرش داكشي لراسو، ما كيديرش داكشي بالإرادة ديالو، ولكن بالإرادة ديال الخالق اللي صيفطو. ولكن بإرادة الخالق اللي صيفطو. دونك كيقول لهم بأنني أنا بوحدي ما نقدر ندير حتى حاجة بالإرادة ديالي، أنا كنحكم كما قال لي الإله نتاعي. إذن الحكم ديالي عادل. يعني نحن متفقين معه. يعني هو كيقول بأن الحكم ديالو غيكون عادل. علاش؟ حيت الإله هو اللي قال ليه كيفاش تحكم. يعني القرارات وداكشي يعني كيتبع الإرادة ديال الله، يعني ماشي الإرادة ديالو الشخصية، الإرادة ديال الله اللي صيفطو، اللي أرسله، يعني صيفطو للناس. اش كنفهمو من هاد الآية هاديك؟ يعني هو مجرد نبي كأي نبي. يعني هو فاش كيجي الأنبياء كاملين ما يقدروا يديروا حتى شي معجزة عن طريق الإرادة ديالهم. يعني حتى هو نفس الأمر ما يقدر يدير حتى حاجة بالإرادة ديالو، إلا إذا قال الإرادة ديال الله قال له اش هدير واش هدير. مزيان حنا المسيحيين المغاربة كنهضروا معهم بالدارجة كيفهمونا. يعني حنا خصنا ندرجو معهم، واخا الإنجيل بالإنجليزية حنا ندرجوها سيدي باش نفهموها. دين المسيح كيقول أنا ما نقدر ندير حتى حاجة بالإرادة نتاعي.
يعني الله هو اللي كيقول ليه اش دير واش دير. علاش حنا كنقولوا بانه مجرد نبي؟ علاش؟ يعني هذا هو البرهان من الانجيل كاش يقول. ولكن شنو هي كتقول؟ هي كتقول بانه ماشي غير نبي، هو فوق نبي. الا كان هو فوق نبي فعلا راه خصو يدير الحاجات المعجزات يديرهم بالاراده ديالو. يعني هو قادر بلا ما يحتاج حتى شي واحد. مثلا بغى يدير شي معجزه يحيي الموتى ما يحتاجش الاراده ديال الله، يعني الاراده ديالو يكون قادر انه يدير اي حاجه براسو بوحدو. هذاك هو اللي كيخليه بانه اكثر من نبي، وهذا ما يمكنش. الله هو الوحيد اللي عنده الاراده يدير اللي بغا. يا سمعناهم يقولوا راه الله غفور رحيم. قالت بان كنقولوا بان الله غفور رحيم وفي التالي كنقولوا شديد العقاب. ولكن اخوتي حتى في المعتقد ديالهم المسيحيه حتى هو نفس الامر. كتلقى بان كاين النار، كاين الجنه وكاين النار. يعني علاش؟ الا كان فعلا الله غفور رحيم ديالهم، يعني فهم ديالهم كاين ديما الله غفور رحيم، كاين الله ديالهم كيما الاله ديالهم ماشي شديد العقاب، ما كاينش العقاب. يعني نفترض انه ما كاينش العقاب كما هي كتامن، يعني هذا غير ايمان. اما اللي جينا نشوفوا الحقيقه اللي كاينه في الكتاب، كاينه جهنم كاينه نار. علاش كاين جهنم؟ يعني كاين عقاب. الجهنم راه حتى هي انه مشروحه شنو هو اللي يكون فيها، وهذه وهذه وهذه. دونك هذه حتى هي زلقات فيها. انا كيجيني الضحك باش كنجاوب على هذا الشيء هذا، كيجيني يعني الله كيجيب الضحك. المهم خليكم نزيد نكملوا. راه بنادم عند الله محبوب، وحتى حنا المسيحيين ما سلمناش من الفهم من بعد الايمان ديالنا. شحال قالوا لنا ياك ما يلقوا ما نحليتوا عينيكم على كنيسه وناقص. هذا ما كان. حنا كبرنا وعرفنا نميزو، وكاين اللي فهمها من القران. دابا هي قالت بان كبرات مسكينه، كبرات زعما وبدات كتميز، يعني بدات كتعرف الحاجه اللي خايبه حاجه اللي غلطه. دابا هي قرات وفهمات وتحولات، ولكن ما قراتش هي داكشي اللي كاين في الكتاب ديالها. هي غير كتامن مسكينه. هي كتقول انا امنت، يعني هي غير قالوا ليها وامنت. هذا باش واحد قال لك راه واحد شي حاجه راه فين وقعت وهذه وقعت. جات هي قالت والله قل والله، قلت ليها بصح وصافطت بيا. يعني هذا هو الايمان ديالها. دابا اي حاجه كتسمع كتثق بها. ماشي تمشي تقول لي ديني نشوف، خصني نشوف اش وقع. يعني خص الدليل، يعني الدليل هو الكتاب شنو كيقول. هي ما قراتش الكتاب، ولا قرات الكتاب غتلقى راسها بانها كتناقض راسها 100%. كاين تناقض كبير في الكلام، وهذا السبب ديالو هو انها غير كتامن، ما كتقراش ما كتشوفش اش كيقول الكتاب. زيدو واحد النقطة قالتها هي أن المسيح تصلب على ود الإنسان. هذيك تصلب على ود الإنسان يعني هو دارها لينا على قبلنا. مسكين ظريفة السيد، الله على ظريف، درافت وطاقت مشكلة. يمكن هذا هو الحاجة اللي خلات هاد الإنسانة أنها تآمن بواحد الطريقة يعني غريبة جدا. خلاتها تآمن بأن كل شيء كيتقال صحيح. غير سمعت بأنه مات على ود الإنسان قالت هادشي ظريف، هادشي زوين، هادشي حلو، مسكين دم وكدا وداكشي كله علينا هنا، هادشي ظرافت هادشي. المهم حنا نجيو نشوفو الواقع اش كيقول البرهان. حنا كنهضرو بالبرهان، كنهضروش هنا كتآمن انا كنآمن. يعني الا بقينا كنقولو بهاد الهضره هكا ما كنشوفوش شنو كيقول الحق، البرهان، الحجه اش كتقول. خصنا نتناقشو يعني
الحجة، الحجة ضد الحجة، ماشي إيمان ضد إيمان. دابا مسكينة كتآمن بأي حاجة. المهم حنا نشوفو شنو كيقول الإنجيل. الإنجيل كيقول الأخت عتيقة مغاربة مسيحيين. اش كيقول الإنجيل على ود المسيح تصلب؟ اوكي علينا. اوكي مسيحيين، اجيو نشوفو اش قال المسيح فاش كان غادي يتصلب. اشنو قال مسكين؟ قال لك فاش كان غادي يتصلب دعا الله، دعا الله وبكى مزيان، بكى لمن بكى اللي صيفطو، اللي دوينا عليه. يعني بكى مزيان لهذاك اللي صيفطو. شكون هذاك اللي صيفطو؟ هذاك اللي صيفطو هو اللي قد به، يعني اللي عنده الإرادة. هو مسكين ما عندوش الإرادة، كيبكي ما قادرش، ضعيف. كيداير الله كيقول هذه الدراري في الآية هيبروز 5:7 غنديرها لكم في الديسكريبشن اللي بغا يقراها. هيبروز 5:7 المسيح بدا كيبكي كيدعو الله. هو اللي قادر ينقذو من الموت. بدا كيبكي وكيدعي، كيبكي وكيدعي. والله سمعلو الدعاء ديالو. يعني فاش الله كيستمع الدعاء ديالك وانت كتبكي كدعي الله باش ينقذك من الموت، حيت انت في واحد يعني غادي تموت، كدعي الله باش ينقذك من الموت، والله سمعك. اش معناتها هذه؟ اشنو المعنى ديالها؟ يعني الله سمع لك الدعاء ديالك، يعني استجاب لك. يعني هو وراه واحد الاحساس تسليم، يعني هو سلم راسو كليا. يعني كأي واحد يعني كيكون كيسجد وكيصلي كيطلب الله يعني بواحد الخشوع تام. والله استجاب له. يعني الله استجاب له قال ليه يعني صافي. يعني فاش الله كيستجب للدعاء ديالك بواحد الطريقة بالخشوع، الله استجاب له حيت هو نبي استجاب لدعائه. هنا في القرآن كيقول لك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني هو ما ماتش. وها انت في الانجيل كيتثبتوا بانه ما ماتش. كيقول لك هو كان كيبكي وتخشع في الدعاء، كيقول لي الله انقذني من الموت، يعني ما تخلينيش نموت بالطريقة هذه وهذه. المهم الله استجب ليه. المهم نتوما شفتو معنا الخوت، ما نمشيوش معهم في الطريقة ديالها يعني إيمان وداكشي. حنا كنشوفو واش كيقول الإنجيل، والإنجيل يعني كيتفق 100% مع القرآن. هي كتبغي تآمن بشي حاجة ما كيناش، كتقول بأنه مات ولكن هو ما ماتش في الإنجيل، ما ماتش. أنتم شفتو معنا، سمعتو معنا. إذا أنا أختي المسيحية أنا كندعوك الإسلام عوض سوء الفهم ديالك للدين، هاد الدين كندعوك للطريق يعني صحيح. ما ماشي هذيك، فيها واحد النوع ديال غموض، فيها واحد بزاف ديال المشاكل ديال التناقضات وداكشي. كاين بزاف تناقضات، حنا غير جاوبناها على قدر، عطينا غير داكشي سطحي. اما كاين مازال ما يتقال، كاين بزاف ما يتقال. دونك الخوت اللي عجبو الفيديو ديروا لينا واحد بارطاج ليهم باش يسمعوا هاد الرد من مغربي مسلم ماشي مسيحي. بغيناهم يسمعوا لينا حتى حنا كما حنا كنسمعوا ليهم.
حنايا سمعنا ليكم حتى نتوما سمعوا لينا، كتقولوا لنا باننا ما قريناش وهذه، وانهم يعني رغموا علينا الاسلام وبلا بلا بلا. هادشي ما مشي بصح، كل واحد حر، حتى واحد ما كيفرض علينا نمشيو للمساجد، هادي ما كيناش. يعني هادشي كامل المغاربه كاملين عارفينه، فوقاش ما كيبغيو يصليو كيمشيو، فوقاش ما بغاوش يعني هما احرار كيصليو ديورهم عادي. وحنا الحمد لله حنا مسلمين عندنا واحد الحاجه اللي مهمه، وهي حنا كنناقشوا كنشوفوا داكشي بالمنطق. اولا علاش حيت الله قال لنا سوف نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني اش كاين هاد الآية هادي؟ كتعني بأنه حنا اللي غادي نكتشفوا، حنا اللي غادي نقلبوا باش نكتشفوا الحقيقة بأن داكشي اللي كاين صحيح. دونك هي شنو دارت؟ هي ما مشات اكتشفت، لا، هي غير آمنت، يعني إيمان، يعني غير سمعت وقالت داكشي بصح، يعني ما قلباتش، يعني ما درتش بحث. ولكن من بعد الى قراتو هذه غيبان ليها اشنو كاين. هذه حاجه. دونك حنا المسلمين ما عندناش شي حاجه سميتها هذاك قالها نتيقو، هذا قالها غادي نتيقو، هذا قالها غادي نتيقو. لا، خاصنا نقلبو مزيان حتى يبان لينا بانه الحق ونقتنعو. يعني غادي يبان نكتشفوه، وهذه غادي يبان لينا بانه الحق. وحاجه اخرى بغيت نشير ليها، هذاك برودر رشيد، الاخ رشيد كيدافع عليهم، ما فهمتش يعني علاش هو كيدافع عليهم ما كيدافعش على المسلمين؟ علاش بالضبط المسيحيه كيدافع عليها ماشي كيدافع عليها؟ يمكن كيعجبهم ولا ما عرفتش. المهم هما بيناتهم شي حاجه. هاد المسيحيين المغاربه وديك الرشيد مصور معهم، يعني كيساعدهم، كيدير لهم اعلانات وداك الشيء. يعني ديك الاعلانات اللي كيبقى يدير لهم في الفيسبوك راه كلكم عارفين، كل نهار كتشوف اعلان تحط، يقدر يكون غير ب10 دراهم 20 درهم في النهار، غير باش يبان للمسلمين، باش يجاروا، باش يبقى يكومونطيو، باش يتشهروا. داكشي كامل في مصلحتهم، ولكن دبر راسهم، حنا ما شغلناش فيهم. كيسحب ليهم دابا حنا ما غاديش نديرو حنا الفيديوهات ونهضروا، كيسحب ليهم هما اللي كيعرفوا يهضروا. ولكن حنا حتى لا هضرنا راه ما كنمشيوش غير كنهضروا، كنبقاو غير نصيفطوا الهضور، حيت اسهل حاجه هي تبقى تهضر وما عارف راسك اش كتقول. هذه هي المصيبه. دابا هي مسكينه كتهضر، داكشي اللي قالوا ليها كتقولو، ما عرفاش راسها اش كتقول، واش داكشي اللي كتقول صحيح ولا ماشي صحيح. دونك هما حطوها في الواجهه وخلاوها كتهضر كيما بغات. حنا من حقنا نردو عليها بطريقه يعني حضاريه، الطريقه يعني عقلانيه منطقيه. ما غير حنا مكنهضروش غير كيما جات هكاك. الا بغيتو الخوت يكون شي فيديو جديد على هاد بحال الرد، ولا الا بغيتي شي فيديو جديد شباب قولوها لي في كومنت، وكنتمنى بان تكون استفدتوا معنا. الا كنت غلطت ففي حاجه يمكن ما عرفتش، راه كلشي كيغلط. سمحوا لي بزاف طولت عليكم، كنقول لكم السلام عليكم وبيس. تهلاو.